تشن حملة شعناء ضد قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وضد سيادة هذه الدولة، لا لشيء، فقط لأن دولة الإمارات العربية المتحدة وكما دائما عاهدناها تقف مع شقيقتها ومع قيادة المملكة المغربية في نزاعها وفي مواجهتها لأعدائها ممن يسعون على مدى 51 سنة إلى خلق. والحين عندك واحد استغفر الله هذا السفاح هذا اللي كان يقتل في الشعب الجزائري. لا بوخوس انا اخترت اقول لك شقتل. لحظه كونغستر قبل لا تغلط بوخوس اخوانا، لا حد يرد على الثاني لو سمحتم، لا حد. كونغستر تفضل مداخلتك ببساطه وبشكل محترم. وناس مرات شوف انا مرات الجزائريين سبوني واكبر مني سنا واحترمتهم. يوم تعرف ان حد اكبر منك سنا تحترمه حتى لو هو ما احترمك، وللاسف الشديد هو ما قال شيء. تفضل الغالي. انا ما سبيت حتى واحد بس لا تحاول تهرب، لان عندنا شخصين اثنين الحين اللي هم السيد احمد والراي المغربي، فهم واحد ملم بالجنوب واحد ملم بالشمال. في الجنوب طبعا الشمال مال الجنوب والجنوب ما تفهم في الاحداثيات. تفضل. ايه الدكتور عبد الكريم اللي هرب قال لك خليك من الدكتور عبد الكريم وتفضل المحتوى. انت عاقل يا اخي انت. تفضل يا اخي تفضل، لا نغلط على بعض والالماني. تفضل. ايه مانيش حنغلط عليه، وقال بلي عندهم يا اخي خلك من الدكتور راح نزل يا اخي، لا تتكلم في ظهره. تفضل. واش انتم علاش الموضوع تاعكم شنو هو؟ بس انت جيت بس قالوا لك تعال جيت. ها؟ انت بس جيت بس مو فاهم الموضوع. انا جيت سمعت عبد الكريم يهدر علينا الدكتور عبد الكريم. الموضوع الغالي الموضوع بكل بساطه، الموضوع هو كنا نتكلم عن انهم الدول دارت على الجزائر، والثاني شيء ما دخل الجزائر في موضوع الصحراء المغربيه، بس موضوع الدوران الحين. اذا تسال ما دخل الجزائر، ما دخل هم دخلهم هم في الصحراء الغربيه، ما دخل فرنسا، ما دخل شوي من هم؟ هم جيراننا، ما دخلهم في الصحراء الغربيه. هم متدخلين في الموضوع، هم ماسكين حدودهم ومدورين محتلينها، واحنا عندنا الحق ندافع عليهم. وروح دافع انزين بسلاحك سوي شيء. من 75 رقيبات احنا ندافع عليهم، هم محتلين ندافع عليهم، عندهم لاجئين عندنا ما يقدروش يقصفوهم. شوي ببساطه. منو محتل الثاني؟ هم جيراننا محتلين الجمهوريه العربيه الصحراء. اسم بابا احنا نتكلم باحترام الحين. المغرب نتكلم عن دوله المغرب وتكلم عن جيرانكم، لان في موريتانيا وفي المريخ وفي موزمبيق. تفضل بالاسم. شكون موريتانيا تحتل الصحراء؟ لا حول بابا، تكلم بالاسم بابا. كونغستر انت انسان اعرفك محترم فتكلم باحترام. من محتل من؟ في ناس ما تعرف الموضوع. جيراننا في المغرب محتلين الجمهوريه العربيه الصحراويه. ما هو دليلك؟ ما هو دليل الامم المتحده دليلين مصنفين. وليش الامم المتحده ما حسمت الموضوع؟ اليوم مسجلين في اللجنه الرابعه من 75 للحين ما سووا شيء. لا حتى تعرف في محكمة العدل الأوروبية. محكمة العدل اللي كان ماسك اللي كان ماسك الملف في 1975 توفى 1978، ويا الثاني في محكمة العدل توفى في 82، والثالث توفى في 91، والرابع توفى في 2000، والخامس توفى في 2015، وما تغير شيء. بتمت الصحراء في المغرب والمغرب في الصحراء. شو غيرتوا انتم الحين؟ لا في الصحراء محتل يعني، لأنه حتى نخرجوه من الصحراء. زين روح خرج انت، روح طلع انت والامم المتحده. نخرجوه من علوم، نخرجوه عاجلا نخرجوه من الصحراء. نخرجوه من الصحراء عاجلا او اجلا. ومن 75 بعد الاجلا ما جت. لا نحن نتحداهم يجوا يمسوا الصحراويين عند حدودهم. ليش يمسونهم؟ هم ماخذين ارض يبون في الاشخاص. يعني ما يضموش صح الاراضي هذيك العازله، لا ما يضموهاش. هي عازله بابا، اسمها عازله. لا ما يضموهاش، يقصفوا منها الصحراويين. يتفضلوا. ماذا تفعل قويرة عند موريتانيا؟ يوم يقولوا من طنجة القويرة، ماذا تفعل قويرة عند موريتانيا؟ يا ربي لأنهم دولة احتلال يا أخي. شوي يقولوا احنا بغينا نقسموهم، ما يرفعوش بينا الشكوى. كونغستر انت فاهم الموضوع؟ احنا بغينا نقسموهم يا كونغستر الغالي، اخوي الغالي، رحم الله والدينك. شوي ارحم مخي يا اخي، ارحم مخي. اخوانا شيرونا البث لو سمحتوا مرة ثانية، ارحم مخي بس. انت الحين هاي منطقة عازلة بين الجزائر والمغرب، ما حد موريتانيا واللي يدخل داخل بيقصف الدرون بكل بساطه. يقصف الدرون ينزل عليه الوحي يدخلوا هم. كيف ينزل عليه؟ ترى الدرون بابا تعرف قوه الدرون يا اخي انا نفهم الدرون كيف تعرف مسافه الرادار كم تمسك في الدرون ولا لا؟ تعرف كم زاويه ولا لا؟ نعرف، ولكن الدرون يدخلوا في المنطقه العازله، الدرون كيف يعرف باللي يدخلوا؟ هل نزل عليه الوحي؟ زين ترى درون في رقابه. كيف يعرف يا اخي؟ قول كيف تعرف؟ لحظه انت كيف تعرف ان السفينه دخلت المياه الدوليه؟ دخلت عارف السفينه تشوفها في الرادار.
زين حتى هم يشوفونا في الرادار. شوف العباد في الرادار، انت تشوف الانسان في الرادار. زين شوف يا اخي اسبانيا كيف تشوف المهاجرين؟ تشوف الانسان في الرادار، هم يدخلوا يقصروا. في شيء اسمه المسح الحراري، تعرفه؟ صح. المسح الحراري، وين المسح الحراري؟ كيف يديروا؟ شحال يمسح الحراري؟ لا حول. انت تفضل روح يا اخي المسح الحراري لمسافه 52 كيلو متر مربع بالنسبه للدرون. 52 كيلو مسح حراري بالنسبه شوف الغالي، شوف خليك من هالتفاهات كلها. السؤال بسيط، ليش كل الدول العربيه تدعم قضيه المغرب وتبغى تنهي تحسم الموضوع، ما عدا الجزائر ياسا تصرف على هالمرتزقه في تندوب؟ اسمع، الدول العربيه تدعم حتى الكيان الصهيوني، مش تدعم. انا اسالك انت ما تدعم يا اخي عزيز. العرب يدعموا الكيان. انت بابا انا ماش ننتظر من عندهم اللي يدعم الكيان. يدعم الظلم اينما كان، واللي يدعم الحق يدعم الحق اينما كان. يعني انت تشوف الكيان العرب يدعموا الكيان، ليس من الغريب ان يدعموا جيراننا في الاحتلال. كونجستر بابا، كونجستر انت مدخل حابل في النابل، اذا نتكلم عن الكيان. لا انت قلت العرب يدعموا اخطر كيان بابا. شوف بابا الغالي شوي العرب كلهم متفقين على فلسطين صح؟ كلنا اي شعب، اي انسان على وش الكره الارضيه يغيظه ما يحصل في الكائن الفلسطيني، صح ولا لا؟ شعوب، نعم الشعوب. انا ما اتكلم عن الانظمه الحين، نتكلم كشعوب. انا اتكلم معاك انت كشعب، انت كمواطن صح؟ ايه اوكي. فلذلك نحن كشعوب كلنا مع المغرب، ما عدا لا شعوب. لا احنا شعوب ليس مش مع المغرب، احنا ضد اي شعب. عطني شعب. انت قلت كلنا، مش كلكم يعني. غير انت انا قلت كله ما عدا الجزائر. احنا كشعب جزائري ضد المغرب في الاحتلال. اوكي ضد المغرب. ما نكيلوش بمكيالين. احنا وين يكون الظلم نقولوا هذاك الظلم، نجو ضد. كيف عرفت انه ظلم؟ ما هو دليلك انه ظلم؟ ما هو دليلك انه ظلم؟ باسكو احنا انا اقول لك لماذا؟ لانهم هما كانت محتلتهم اسبانيا اي سنه، وهما كانوا مستقلين لمده حوالي 20 سنه. رصاصه واحده ما قرصوهاش على ذيك الارض ولا تكلموا. وليش ما قرصوها؟ وليش انتم ما دعمتوا موضوع الصحراء قبل 1975؟ احنا دعمناهم من الاول. عطني دليل انك دعمت، عطني خطاب واحد. نعم دعمناهم احنا مع القذافي ليبيا. عطني لحظه بابا. نعم. لا حول ولا هم دعموهم. ثواني بابا، ثواني دقيقه. الراي المغربي يا اخوي عطنا جملتين مفيدتين رحم الله والدينك، سطر له لان صدق خبص براسي بالدخل. السلام عليكم ورحمه الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. تحياتي استاذ جاسم، ومن خلالك الى كل اشقائنا واصدقائنا وحلفائنا في دوله الامارات العربيه المتحده بقياده شيوخها ودام عزها. حقيقه أقول هذا الكلام لأنه المتابع إلى وسائل الإعلام في الجزائر تشن حملة شعناء ضد قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وضد سيادة هذه الدولة، لا لشيء، فقط لأنه دولة الإمارات العربية المتحدة وكما دائما عاهدناها تقف مع شقيقتها ومع قيادة المملكة المغربية في نزاعها وفي مواجهتها لأعدائها ممن يسعون على مدى 51 سنة إلى خلق كيان وهمي تحت ذريعة إنشاء دولة باسم مصطلح الشعب الصحراوي الغير موجود. الجزائر الذي كان معك أستاذ جاسم علي طرح تساؤلا أو ادعاء كاذبا يقول فيه بأن المغرب محتل. أنا لن أجيب أنا بقدر الغالي. أخوي الرأي المغربي، سامح لي قاطعتك، أول شيء بالنسبة للجزائريين يوم تطلعون وتتكلمون اسمع وتعلم الاسترسال من الناس اللي تعرف تحاور، ولا تتمون تنقزون مثل الضفادع يمين يسار. أخوي الرأي المغربي قبل هذا ممكن لو تعطينا تسطيرة أو سطر أو تمهيد لقضية الصحراء من قبل 75 لين الحين، حتى بالنسبة للكائن الجزائري يستوعب القضية بأكملها، وممكن أنك تطول في الموضوع وتفضل. بس إخواننا قبل هذا وهو يتكلم تكبيسات وشير رحم الله والدينكم، حتى نحط الموضوع في سطر وناخذ من عند اخونا سيد احمد ونرجع لكونجستر. تفضل راي المغربي. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. إذا تفضلت على أن تكبر الشاشة حتى نجيب على تساؤل أو على ادعاء كاذب يطرحه الجزائريون دائما، بل والدعاية المغرضة المضادة التي يروجها الإعلام في الجزائر وأيضا أتباع جبهة البوليزاريو. سألنا جروك اللي هو الذكاء الاصطناعي الخاص بوسيلة التواصل الاجتماعي إكس وهي تويتر سابقا، طرحنا عليه سؤال: هل تصف الأمم المتحدة أو هل تستخدم الأمم المتحدة مصطلح مدينة العيون المحتلة؟ فماذا أجابنا الذكاء الاصطناعي الخاص بمنصة التواصل جروك؟ قال: لا، الأمم المتحدة لا تستخدم مصطلح مدينة العيون المحتلة، تشير الوثائق الرسمية إلى المدينة باسم العيون،
وبالفرنسية لايون كأكبر مدينة في الصحراء الغربية ومقر بعثة المينورسو. تصف الأمم المتحدة الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1963 دون استخدام مصطلح الاحتلال. هذه فقط كإجابة على الادعاء الذي يقولون على أن المغرب دولة احتلال وهذه الخزعبلات. سنعود إلى السياق التاريخي لأنه حقيقة السياق التاريخي طويل جدا، ولكن سأعطيكم النقاط الأساسية كبداية. الإخوة الكرام، قضية الصحراء المغربية وللأسف الشديد أن المملكة المغربية شهدت احتلالين من دولتين وليس من دولة واحدة. إسبانيا في مدن الشمال، فرنسا في الوسط، وإسبانيا في مدن الجنوب. الاحتلال الإسباني دام تقريبا على وإسبانيا في مدن الجنوب. الاحتلال الإسباني دام عندنا صوت يتكرر. الاحتلال الإسباني لأقاليمنا الجنوبية دام تقريبا ما يناهز 90 سنة، والمملكة المغربية كانت السباقة في أن بعد استقلالها طبعا عن فرنسا وبعد استرجاعها لسيدي إفني واسترجاعها لطرفايا، وهي السباقة في أن طالبت أو وضعت ملفها في الأمم المتحدة تطالب الاستعمار الإسباني بالانسحاب فورا من الإقليم. وتم تنظيم مسيرة الخضراء اللي كانت هي عبارة عن شكل احتجاجي سياسي للضغط على حكومة فرانكو آنذاك من أجل الخروج من هذا الإقليم. والمسألة حقيقة ذهبت باتجاه الأمم المتحدة التي طالبت إسبانيا بتقديم كل الوثائق الممكنة من أجل إحالة الملف على اللجنة الرابعة المختصة في الدول الغير متمتعة بالحكم الذاتي وتصفية الاستعمار، أي أن تصفية الاستعمار التي حدثت من الاستعمار الإسباني، لأن الملف أول ما أقحم في الأمم المتحدة كان ضد الاستعمار الإسباني وليس كما يدعي أزلام النظام في الجزائر وأتباع جبهة البوليزاريو أنه ضد المغرب، لأنه في ذلك الوقت المغرب لم يكن موجودا. وسنة إقحام الملف في الولايات المتحدة كانت هي 1963، و1963 المستعمر الذي كان على الأرض هو الاستعمار الإسباني. فبالتالي بعد خروج الاستعمار الإسباني وفق اتفاقية مدريد التي وقع المغرب مع إسبانيا وموريتانيا، والتي كانت مشروطة بسيطرة المغرب على الساقية الحمراء وسيطرة موريتانيا على وادي الذهب وفق مدة محددة، وبعدها يتم تنظيم استشارة للسكان المحليين، وبعدها يعني يحال الملف إلى تسوية وفق القوانين الدولية. الذي حدث هو أنه كان هناك انقلاب في موريتانيا، وبالتالي موريتانيا أخلت بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاقية مدريد، والتي أدت بأن المملكة المغربية ضمت إقليم وادي الذهب بعد أن كانت هناك محاولات لمنحه للكيان المسمى جبهة البوليزاريو الذي تم تأسيسه في منطقة الزويرات في الأراضي الموريتانية سنة 1973، وتم دعمه من طرف دول كانت معادية للمملكة المغربية وعلى رأسهم الجزائر وليبيا والمعسكر الشيوعي آنذاك. نتحدث عن كوبا، نتحدث عن فنزويلا، نتحدث عن عديد الدول التي كانت تبنى المنهج الشيوعي آنذاك. ذهبت القضية إلى معارك ضائرة أو معارك حربية واسعة النطاق دامت تقريبا 16 سنة، تمكنت منها من خلالها القوات المسلحة الملكية بفرض سيطرتها الكاملة ودحر الأعداء الذين كانوا مدعومين بمرتزقة من قوات صفوف الجيش الجزائري ومن قبائل من داخل الجنوب الجزائري، وطبعا أيضا من مقاتلين مختصين في استخدام نوعية صواريخ صام التي قدمها القذافي لجبهة البوليزاريو والذي أتوا بهم من كوبا وفنزويلا وغيرها من الدول اللي محاولة منهم لفرض أمر الواقع عسكريا على المغرب. الذي حدث حقيقة وأنه توصلت الأمم المتحدة أو تدخلت الأمم المتحدة على الخط وفق مخطط التسوية، وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1900. نزل عنا هذا الأستاذ. وتم توقيع وقف إطلاق النار الذي وقعته المملكة المغربية مع الأمم المتحدة سنة 1991، ووقع جبهة البوليزاريو وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة في نفس السنة، ودخلنا في مفاوضات دامت تقريبا يعني 5 سنوات. لم يتفق الطرفين على المسألة. أعود إلى نقطة مهمة الإخوة الكرام، على أن جبهة البوليزاريو والجزائر تدعي على أن المغرب يرفض الاستفتاء، وهذا كذب وما أنزل الله به من سلطان، لأن المملكة المغربية وافقت في قمة نيروبي على مخطط التسوية والذي كان ضمنه تنظيم استفتاء. الذي حدث وأن جبهة البوليزاريو قامت بالاتيان بقبائل صحراوية في الجنوب الجزائري وبالزواديين وبعض الإخوة في موريتانيا وضمتهم إلى اللوائح التي ستصوت، وهذا ما رفضه المغرب جملة وتفصيلا، وقال بأنه لا يمكن أن نرهن مصير المنطقة إلى أشخاص لا ينتمون إلى المنطقة.
لا يعقل أن يصوت في هذا الاستفتاء أشخاص ينتمون إلى قبائل خارج الإقليم وإلى دول أخرى خارج الإقليم مقابل أننا نمنحهم أنهم يحددوا مصير الساكنة. وأيضا جبهة البوليزاريو تقدمت باعتراضات على لوائح المغرب التي ضمت قبائل التي هاجرت من أقاليمنا الجنوبية في اتجاه الشمال، وقالت بأن هؤلاء مغاربة لا يحق لهم التصويت، بل أن جبهة البوليزاريو وبحكم منطقها القبلي وبحكم أنها يعني جبهة تتبنى القبلية كأساس في الحكم والسيطرة على الصحراويين الذين يتبعون نهجها، أقصت قبائل أساسية وأصلية في الإقليم وقالت أن هؤلاء لا يحق لهم التصويت، وهو ما أفشل المشروع الذي وافق عليه المغرب اللي هو مخطط التسوية وفق يعني الخطة الأممية آنذاك اللي فيها تنظيم الاستفتاء الذي وصلت إليه الأمم المتحدة كقناعة راسخة. الإخوة الكرام، يستحيل تطبيق استفتاء تقرير المصير لعدم، وهذا بشهادة الأمم المتحدة، لعدم توافق الأطراف على من سيصوت، أي أنه بلغت عدد الطعون التي تقدم بها الطرفين أي المغرب وجبهة البوليزاريو ما يفوق 150 ألف طعن في الأسماء التي ستشارك في الاستفتاء، وهو ما وصلت إليه ما جعل الأمم المتحدة تتوصل إلى قناعة أنه يستحيل تطبيق استفتاء تقرير المصير، وهو ما دعا الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات والتوصل إلى حل يرضي الطرفين، وبذلك انتهت خرافة واسطوانة تنظيم استقلال في الأقاليم الجنوبية. الآن الإخوة الكرام، كل قرارات الأمم المتحدة منذ 2007 إلى غاية اليوم لم تأتي على ذكر تطبيق استفتاء تقرير المصير. الإشارة إلى هذا المصطلح تأتي فقط حينما يتم تسمية البعثة الأممية التي تم إرسالها سابقا لتنظيم الاستفتاء، أي أنه الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى التوافق حول حل يرضي الطرفين. لكن الذي سيحدث الآن الإخوة الكرام، وهذا المهم الآن أستاذ جاسم والإخوة اللي يستمعونا، بس دقيقة أخوي الرأي المغربي، كونغستر لو سمحت، عارف أنك الحين ضيعت لأن المعلومات كانت مسترسلة وناس تعرف تتكلم وهالأسلوب غريب شوي، فركز قليلا لأن بيكون عندك مال دقيقتين وبنصير الناس الثانية. تفضل رأي المغربي كمل. صحيح الإخوة الكرام، ربما الإخوة اللي يستمعونا والإخوة المتابعين يطرحون تساؤل: ما الذي يحدث في الجزائر وفي إعلام الجزائر وفي أتباع جبهة البوليزاريو؟ هناك يعني استنفار كبير وهناك هجوم كبير على يعني الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الإمارات العربية المتحدة وعلى فرنسا وعلى بلجيكا وعلى الدول الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء والتي تشجع وتدعو إلى الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. هذا التساؤل الإجابة عليه هو أن القرار الذي سيصدر في مجلس الأمن والذي هو مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها صاحبة القلم في ملف الصحراء، هذا القرار سيجعل الملف ينتقل أو يغير طبيعة النزاع 180 درجة، أي أن الشرعية الأممية ستكون مع المغرب، السيادة للمغرب، والمقترح الوحيد هو الحكم الذاتي، ويجب على الأطراف اللي هي الجزائر وجبهة البوليزاريو أن تنخرط في مفاوضات واضحة من أجل تطبيقه على أرض الواقع. وهذه المسألة هي التي جعلت خارجية الجزائر أي وزارة الخارجية الجزائرية وما يسمى بالجمهورية الصحراوية اللي هي البوليزاريو تصدران بيانين متتاليين. سبقت الجزائر بحكم أنها صاحبة الملف، وبعدها ب 24 ساعة الجزائر أخرجتا بيانين واضحين قالت بأنهما ترفضان المقترح الأمريكي، وهذا ما سيجعل الجزائر في صراع ومواجهة مباشرة مع الشرعية الدولية ومع قرارات مجلس الأمن التي لطالما تبجحوا بأنهم معها، وبأن الجزائر مع الأمم المتحدة، وبأن القضية في الأمم المتحدة. وها هي اليوم الأمم المتحدة تؤكد أنه لا حل لهذا النزاع سوى سيادة المغرب على هذه الأرض، وأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والذي يحظى بدعم دولي واسع وبدول وازنة إقليميا ودوليا، نتحدث عن فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، بلجيكا، وأزيد من 39 دولة إفريقية ودول الخليج كاملة، وعلى رأسهم الحليف الاستراتيجي للمملكة المغربية والدولة الشقيقة الإمارات العربية المتحدة، والتي يهاجمها الآن إعلام الجزائر لأنه يعرف مكانة هذه الدولة وقوتها على المستوى الدبلوماسي. لذلك ستشاهدون أو ستقرؤون على وسائل الإعلام في الجزائر وأتباع جبهة البوليزاريو يهاجمون دولة الإمارات العربية المتحدة ويهاجمون قيادتها، لأنه فعلا هناك ما يمكن تسميته بتكتل مغربي إماراتي فرنسي أمريكي مع المنتظم الدولي من أجل إنهاء هذا الملف. وأيضا هناك تصريح لمستشار الرئيس الأمريكي مسعود بولس اللي الآن داروا تقريبا هذه ساعتين مع قناة سكاي نيوز عربية، والذي قال فيها أن إدارة ترامب منخرطة
وتضغط بقوة من أجل إنهاء هذا النزاع وفق خطة الحكم الذاتي وسيادة المغرب على هذا الإقليم. فبالتالي الضغط الآن كل الضغط على ما يمكن على الجزائر وعلى بيدقها. الإخوة الكرام، يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبحكم أنها مطلعة جدا على القضية مارست ضغوطها وطالبت الجزائر بالجلوس وتوقيع اتفاق السلام والاستسلام على الجزائر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن الجزائر هي صاحبة الملف. حينما سيكون هناك ضغوط أمريكية دولية على الجزائر، الجزائر مضطرة أن ترفع يدها عن جبهة البوليزاريو، والجزائر مضطرة وفق القانون الدولي على سحب سلاح جبهة البوليزاريو، والجزائر مضطرة وفق القانون الدولي على إدارتها للمخيمات التي تتواجد على أراضيها، لأن القوانين الدولية تقول على أن الدولة التي تستقبل اللاجئين لديها كامل المسؤولية وتتحمل كامل المسؤولية في أن تسير مخيمات اللاجئين، وليس كما تفعل الجزائر الآن أن تركت مجموعة تسمى بقيادة البوليزاريو وهي يعني تتحرك بأسلحة وتتاجر في الممنوعات على أراضي الدولة الجزائرية. بمعنى الإخوة الكرام، نحن الآن نمارس ما يمكن تسميته أضرب البردعة يخرج لك شكون من الحمار. فبالتالي الجزائر الآن هي صاحبة الحمار المسمى جبهة البوليزاريو، والجزائر سيكون عليها أن تستجيب الى الشرعيه الدوليه. مرهق هو الحمار يا الحمار هو باك، انا تكلمت عن جبهه البوليزاريو، انت ايش دخلك؟ هذا يا الجزائر يا صاحبي واش هذو عادوا بوليزاريو اكثر من الجزائريين. هو قال الحمار، استغفر الله وانتم كرامه، يتكلم عن البوليزاريو يا اخي. صحيح، وانا اعطيت مثال شعبي يا اخي الكريم، مثال شعبي ليست فيه اساءه. شفت قله الادب الغالي؟ عشان تشيل دراسه الانسان لازم يقرا، لازم يتعلم، فاهم وحتى اختم لانه معنا الاخوان. بس قبل هذا الراي المغربي، شوف تفضل استاذ. انك استرسلت وبقيه المعلومات ناخذها من عند السيد احمد بقى. هذا والله صدق هيشر، على قول تدريس صدق هيشر، بني ادم هيشر ما يفهم، هيشر والله العظيم انه هيشر. الا بغيتي يا جاسم، الا بغيتي تزكيه غير على تزكيه. السلام عليكم، بعد تحياتي للجميع الاخوان اللي معنا والمستمعين كاملين. الا كان بغيتي باش نعطيه الفيديو اللي كنهضر عليه، لا بس خليه اول يعرف بيكمل الموضوع. نعم بغيت نقول لك انا على القرار اللي ديال اليوم في سكاي نيوز العربيه اللي خرج تكلم. خليه في نهايه المداخله. داكور سامش. بس هذا الراي المغربي لو تشرح في ناس هني مو فاهمين موضوع حتى الكونغست كلهم هربوا الحين. موضوع الحكم الذاتي، في ناس مو فاهمه وش هو الحكم الذاتي. وثاني شيء، ليش روسيا جلبت على او يعني غيرت رايها والدول الثانيه كلهم غيروا رايهم ضد الجزائر؟ شكرا جزيلا استاذ جاسم، وشكرا على المساحه حقيقه. وهذا يعني سؤالين مهمين، وانا فعلا كنت اريد ان اتطرق الى مساله روسيا، لانه انا عندي سؤال واتمنى خفتوا ولا كيف؟ ممكن تخلينا نتكلم. كونغستر الغالي، صبرت 400 سنه في 400 سنه في 132 سنه، اصبر بس 5 دقائق وتفضل بعطيك 8 دقائق والله ما قاطعك، بشرط انك لا تسب. تفضل لراي المغربي. شكرا. الاخوه الكرام يشيرون اخوي راي المغربي بلغتكم، لاني صدق انا تعبت وياهم. صحيح الاخوه الكرام، شير وتكبيس وما الى ذلك، خلوا المساحه تمشي لانه نقاش مهم جدا، ويعني مشاركه الاخ جاسم في الموضوع حقيقه، لانه هناك دعايه مغرضه من طرف الاعلام في الجزائر ضد دوله الامارات العربيه المتحده، وانتم اطلعتم على جميع الجرائد التابعه للاستخبارات في الجزائر الان تهاجم دوله الامارات وتحرض عليها وتسيء الى سمعتها، وطبعا هذا ما لن يقدروا ان يصلوا دوله الامارات وهيبتها على مستوى الساحه الدوليه بشيء، لكن مهم جدا هذا الموضوع حقيقه. الاخ تكلم عن القضيه روسيا الاخوه الكرام، انا عندي تساؤل اتمنى دائما على الإخوة أن يطرحوه على كل الجزائريين وعلى أتباع جبهة البوليزاريو. قبل أسبوعين وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة كان في موسكو والتقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم التوقيع على الاتفاق الاستراتيجي للعلاقات الروسية المغربية، وتم الاتفاق أو التوقيع على اتفاقية الدفاع أو عفوا الاعتراف بسيادة البلدين على الوحدة الترابية للبلدين، كما تم التوقيع على اتفاقية تجارية والصيد البحري تشمل الأقاليم الجنوبية، أي تشمل مياه الصحراء الغربية المغربية، أي أن البواخر والسفن الروسية أخذت الترخيص من الدولة المغربية وستقوم بممارسة أنشطة الصيد في مياه الصحراء الغربية المغربية وفق يعني مبالغ مالية تدفع للمملكة المغربية وبشروط تشغيل لأبناء المنطقة في هذه البواخر. ولكن السؤال هو، لماذا الجزائر لم تدن الاتفاق المتعلق بالصيد البحري بين المغرب وروسيا؟
ولماذا لم تخرج وزارة الخارجية الجزائرية إدانة لما تسميه باستغلال ثروات الصحراء أو جبهة البوليزاريو أيضا؟ لماذا لم تفعل نفس الشيء الذي فعلته مع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا في الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري؟ هل يخافون من روسيا؟ ألا يستطيعون أن يدينوا روسيا التي الآن وقعت اتفاقية تشمل مياه الصحراء الغربية المغربية وبواخرها تصطاد وفق الرخصة التي منحتها المملكة المغربية للبواخر والشركات الروسية في مياه الصحراء؟ فبالتالي يظل التساؤل، لماذا لم تدينوا الاتفاق الصيد البحري بين المغرب وبين روسيا؟ هذا سؤال ننتظر إجابته. الأخ تكلم عن الحكم الذاتي. حقيقة الإخوة الكرام، الحكم الذاتي يتعلق بنمط أو بشكل من أشكال تقرير المصير، وهذه هي المهمة الإخوة الكرام، لأن جبهة البوليزاريو والنظام في الجزائر يدعون على أن الاستفتاء هو الشكل الوحيد لتطبيق تقرير المصير، وهذه مغلوطة وغير صحيحة. الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تطبيق تقرير المصير، وهو الذي تقدم به المغرب في 2007، ويحظى بدعم دولي واسع النطاق يعني تزكية من الفرقاء السياسيين سواء في الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه واصدقائنا واشقائنا في مجلس التعاون الخليجي ودول وازنه في امريكا اللاتينيه. نتحدث هنا عن كولومبيا، الاوروغواي، بنما والبرازيل. فبالتالي الإخوة الكرام، الحكم الذاتي المملكة المغربية تعرضه على ساكنة الإقليم مقابل تصفية جبهة البوليزاريو ونزع سلاحها وإعادة الساكنة الذين لهم علاقة بالأرض. أما الحراطين والأزوديين والصحراويين من قبائل جزائرية اللي كاينين في مناطق تندوف وأضرار وبشار وغيرها اللي تم جلبهم إلى المخيمات، هؤلاء لن يعودوا إلى أقاليم الصحراء، بل سيعود فقط من له علاقة بالإقليم أو ينتمي إلى أحد قبائل الإقليم فقط. وهذا كانت له إشارة واضحة من السيد عمر هلال ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة، قال لن نقبل بعودة إلا السكان الذين لهم علاقة بالإقليم. وبالمناسبة أعدادهم محدودة جدا، لأن أغلبية ساكنة المخيمات في تندوف على الأراضي الجزائرية هم ينتمون إلى مناطق خارج إقليم الصحراء المغربية، بعضهم أشقاء موريتانيين، بعضهم من قبائل التوارق والأزوات، بعضهم من قبائل رقيبات الجزائر، وبعضهم أتى من دول إفريقية تعيش حروب وأزمات. نتحدث هنا عن مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتم ضمهم إلى هذا التكتل المسمى الآن بجمهورية تندوف أو مخيمات الرابوني إن صح التعبير. فبالتالي مخطط الحكم الذاتي استراتيجية وشكل من أشكال تقرير المصير سيمنح لساكنة المنطقة أن يكون لهم برلمان خاص، أن تكون لهم حكومة مستقلة، وأن تكون لهم حكومة منتخبة، لكن تحتفظ المملكة المغربية بالسيادة الأمنية والعسكرية وبالعلم وبالسيادة المالية وبالعلاقات الخارجية الإقليم. والمملكة المغربية تظل ملتزمة بالدفاع عن المنطقة والدفاع عن سيادتها البحرية والجوية والبرية. فبالتالي هي شكل من أشكال تقرير المصير، طبق في جزر الكناري، طبق في الباسك في إسبانيا، وطبق في عديد مناطق أخرى في دول العالم، وهو منطق ترى فيه القوى الدولية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الحل المناسب لإنهاء هذا النزاع. تحية طيبة. أنا أخوي رأي المغرب، بس هذه الصحراء المغربية صح اللي صورها رياض صح؟ كإضافة دقيقة، هذه الآن مدينة العيون الإخوة الكرام. قليل التلفزيون الجزائري، لا هذه مهمة أستاذ جاسم، هذه مهمة، هذه مهمة نلاحظك. التلفزيون الجزائري وإعلام الجزائر ينشر الآن في هذه اللحظات اللي كنت أتكلم معكم فيها أخبار تتحدث على أن هناك مظاهرات في مدينة العيون، وهذا كذب وإشاعة. الغرض منها هو تأجيج أو إيصال الأكاذيب إلى المنتظم الدولي على أن ساكنة الإقليم ترفض الحكم الذاتي، ولكن في الحقيقة المدن تعيش هدوء وطمأنينة واستعدادات عامة للاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء المضفرة. تحية طيبة. يا سلام. الحين يا كونغستر، وين كونغستر؟ تفضل السلام عليكم. بس كونغستر هذا مرة كلم بزاف بس ما قال والو، قال لك لا بالنسبة لنا احنا قال، بالنسبة للناس اللي دارسين هو قال معليش بس ثواني كونغستر، تاخذ وقتك كامل، تاخذ انت ونسمع لاخونا ادريس ونسمع لسيد احمد. بس قبل هذا في فيديو كانوا بيراوينا اياه انونيموس على يا اخوان هاي الصحراء المغربيه من قلب الصحراء البدوي. بصغر الشاشه عشان التكبيس ونرجع له. تفضل سمعنا المقطع يا انونيموس. اخوانا لو سمحتم تفضل. هو قال لك باللي الصحراء الغربيه دخلت باللجنه الرابعه للسود. خليه يسمع الفيديو. صبر فهمنا. تفضل سيد كونغستر استرسل. لكن رحم الله قبل هذا اخوان شيرونا البث لو مره ثانيه حتى يسير يعيد يشير مره ثانيه. واخواننا الثانيين سيد احمد وادريس والبقيه اعذرونا واسمحوا لنا، تحملونا شوي.
وهو بس قال لازم ندور البث ويدور. كونغستر تفضل 10 دقائق مالك. لا. بس بدون قال لك باللي الصحراء الغربيه دخلت في اللجنه الرابعه تصفيه الاستعمار من اسبانيا. غالي شوف هو تكلم وترسل وقال معلومات وتواريخ وارقام. احنا نرد على بس انا اتفق وياك انت كمل بس بدون اي اسقاط. تفضل الغالي مثل ما هو قال. ما كان حتى اسقاط. تفضل. الصحراء الغربيه دخلت لتصفيه في اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار من اسبانيا. اسبانيا خرجت، دخل استعمار اخر والاستعمار المغربي والاستعمار الموريتاني. موريتانيا خرجت، بقى الاستعمار واحد هو الاستعمار المغربي. لحد الان في اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار حتى يخرج هذا الاستعمار المغربي. قال لك باللي تقرير ماسير الحكم الذاتي هو تقرير ماسير. ما معنى تقرير ماسير؟ معناه الشعب يقول واش حب، نعطوه الكلمه للشعب يقول لنا واش هو حب. انت كي تفرض عليه الحكم الذاتي بالقوه، هل قرر مصيره ولم يقرر مصيره؟ انت فرضت عليه حاجه بالقوه. انت اذا حبيت تعطيه الحكم الذاتي، اعطي له الحكم الذاتي، اكتبوه لهم، اعطاهم الصحراويين يقراوه ويشوفوه ويصوتوا عليه. لا عجبهم يقولوا احنا قبلنا الحكم الذاتي ونبقاو تابعين لكم، ولا قالوا رفضوه يعني يستقلوا. صعب تقول لي نعطيهم الحكم الذاتي هو تقرير ماسير. لا يا اخي، هذا احتلال، ليس بتقرير ماسير. تقرير ماسير يعني الشعب الصحراوي يصوت ونشوفوا واش هو حاب. من غير هذا الشيء فهو احتلال، والصحراويين لن يقبلوا بهذا الشيء. ولو كانوا يعرفوا يدخلوا معكم في حرب، وانتم اذا كنتم قادرين على الحرب فواجهوا الصحراويين. اما بالنسبه لهذا القرار تاع امريكا، من امريكا في هذا القرار تاعها كتبوا من تحت مع احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير ماسير. امريكا كتبتها باللي من تحت باللي تقرير ماسير. ما معنى تقرير ماسير؟ يعني الشعب الصحراوي يقرر. انت حاب تفرض عليه الاحتلال بالقوه. لا للاسف الشديد خلي الراي المغربي غير خليه يجاوب، خليه يكمل يجاوب. الشعب الصحراوي سوف يقرر مصيره بالتصويت. من غير التصويت يعني تعديت له على حقوقه، عنده الحق الشعب الصحراوي باش يدخل معكم في حرب ويردعكم الشعب الصحراوي، لان الشعب الصحراوي ما عنده لا اقتصاد يخاف عليه ولا سياحه تجي عنده ولا اي شيء. لا دخل معكم في حرب انتم اكبر خاسر وسوف يحرر ارضه. اما بالنسبه لهذوك اللي قال لك في المخيمات، قال لك واحد جا من كوبا، واحد جا من، لا بغى جاو من المريخ ولا من القمر، واش دخلك نتايا؟ احنا لما هذا الشعب الصحراوي لما الامم المتحده تقرر باش تستفتيه راح تحصيهم تشوف شكون هما اللي صحراويين، اللي ماشي صحراوي، اللي ماشي صحراوي راح ينحوه، يخلوا لك غير الصحراوي والصحراوي اللي يصوت. لما قال لك ما نعرفوا شكون هما الصحراويين اللي صوتوا، اللي كانوا في الصحراء الغربيه في وقت اسبانيا، اللي جمهور اسبانيا هو داخل ليس بصحراوي. حتى لو كان صحراوي، جميع انسان ما كانش فيه الصحراء الغربيه كي كانت اسبانيا فهو ليس بصحراوي. طلعوه من القبور، نجبدوه من القبر باش يصوت. شكون اللي جبدوه من القبر؟ احنا نتكلموا على لا يا اخي، اولادهم كانوا في عهد اللي كان اسمع افهم علمك. كيفاش تجبدهم من القبر؟ لان انا لا كنت في الصحراء الغربيه ولجأت، عندي اولادي. انا ما دام كنت في الصحراء، اولادك هل اولادك اللي في الصحراء الحين الوثائق اللي يثبتون عن شو اللي يثبت؟ لا يثبتوا عندهم وثائق تثبت بالوثائق. هذاك الوقت كان يا اخ جاسم اسبانيا خلاص كمل كونغستر، لا حد يقاطعك. تفضل اخوي. اسمع خليني نفهموا هذا. اسبانيا شوف نفهمك، اسبانيا احصاتهم كاع اللي كانوا هي مسجلتهم. لما خرجت اسبانيا هي تعرف هذوك اولاد هذوك الناس اللي كانوا في اسبانيا، سواء كان لاجئنا ولا كان في اوروبا ولا كان عندهم هما في الصحراء المحتله، هما اللي صوتوا. اوكي بس كونغستر الحين انت هم ولدوا اولادهم في تندوف صح؟ نعم. ايه وكيف يسجلون اولادهم في اسبانيا؟ اسبانيا راحت خلاص. لا يسجلونش في اسبانيا، احنا كي نتبعوش احنا نشوفوا ابوهم. اوكي لحظه، كيف تثبت ان ابوه واسبانيا ما حد؟ اسبانيا راحت كيف تثبت؟ ما فهمت. ما عليك سيد احمد، بس دقيقه خله هو يشرح لي. خليني افهمك. في اسبانيا عند الارشيف. انت كونغستر، شوف انت الحين كونغستر، نعرف ان عند الارشيف حق الاب، بس الابن كيف عرفت فرنسا ان الابن ولد في تندوف؟ كان سير يعرفوا ابن فلان. اسبانيا لا تعرف، اسبانيا ماشي مهم تعرف وين ولد. اسبانيا تعرف الاب، تقول لك هذا الاب والاب احنا شوفوا ولاده. اوكي اسبانيا كانت تعرف الاب لانها كانت موجوده قبل 1975، بس كيف تعرف الابن؟ ما انت ماشي مهم. اسبانيا تقول لنا الاب واحنا نشوفوا اولاد الاب هذا. وكيف من انت من؟
الامم المتحده ماشي انا. اسبانيا تعطي يا رب افهم مثلا اسبانيا تعطي الاب هو الاب مات خلاص الاب مات. شوف اولاد هذاك الاب اللي كان في اسبانيا هو مات بابا مات، تموا بس الوثائق. ماشي هو مات، ما يبغى اولاده اللي يصوتوا. اولادك كيف اسبانيا تقدر تثبت ان هؤلاء اولاده؟ يا اسبانيا تقول فلان هذا الانسان كيما اسبانيا في اوروبا وهو موجود في افريقيا، كيف اسبانيا تثبت؟ هو لاجئ، ما عنده، ما عطوه وثائق، ما عنده وثيقه. كيف هو ما عندوش امام؟ ماشي شوف لما اسمع، لما هو انت الحين ولد، مثال نعطيك مثل انا اعطيك 50 مثال. انت ولد صح، انت عندك ربيت جبت ولد، تسجله في اسمك صح؟ بتروح البلديه وتروح مكانه وهي الهيئه المختصه وتسجله في اسمك صح؟ اسمع كاين لجنه بابا خليك من اللجنه. الامم المتحده تحساتهم ولا ما حساتهمش؟ كان عندهم بطاقه تعرفهم القادة اللي حساتهم. هذه مساله تقنيه. 1994 هي اللي حساتهم اسبانيا. لا ما تكسرش راسك، هذه مساله الامم المتحده تقدر تعرفهم واحد بواحد. اوكي بس انت بالنسبه لك كيف كملت جوابك؟ كيف لا الامم المتحده عندها كيف تعرفهم، ما تخممش. انا فاهمك انا معاك من الليسته تاع اسبانيا، من الارشيف تاع اسبانيا تقدر خلاص. يلا كم اختم مداخلتك في دقيقتين ونخلي السيد احمد. اختمت انا يعني مداخلتي، يعني الصحراويين راح يحرروا ارضهم، تحبوا ولا تكرهوا. بس هذا كنت نعم ساجيبك من حيث انتهيت. بس اوكي سيد احمد، قبل اعطيك الكلام لازم تفاعل يا شيخ. كونغستر من الصبح بس هذا اللي عندك. خلاص انا خليهم يتفضلوا ما يتكلموا، انا اجاوب. خلصت. عندك سؤال آخر؟ عندي سؤال بسيط قبل يتفضل سيد أحمد. شوف أنت الحين يوم يولد ولد صح؟ يوم يولد من اللاجئين، مثلا اللاجئين في أوروبا، في سويسرا، في النمسا، بيروح اللاجئ في النمسا مثلا يولد ولد، أوكي، بيروح يتسجله في الهيئة المختصة على أساس إنه ابنه في الدولة اللي هو فيها. أنت الحين هالصحراوي أبوه مسجل في إسبانيا، وإسبانيا ما عاد له دخل، إسبانيا روحت، وين يسجل هو ابنه؟ يسجل ابنه وين؟ في المكان هو فيه، يعني تندوفي. انت اسمع، انت ما ابوك مكتوب ابوك اين زاد؟ اين ولد ابوك؟ اوكي، لاني انا سجلت، لاني فلان ابن فلان، لاني ابوي سجلني يوم ولدت. ايه سجلك، بس هذا اللي ولد في تندوفي وين يسجله؟ انت كي تولد يقولوا ابن فلان ولا ماشي ابن فلان؟ لاني خليك من يقولوا، الناس تامن بالوثائق وليس بيقولون. يا بالوثيقه الوثيقه صادره من اي دوله؟ كيف صادره من اي دوله اللي صادره منها الوثيقه اللي تثبت؟ من اسبانيا. وي كيف اسبانيا راحت بعد ال 75 يا اخي هما عندهم شو اسمع، هما عندهم قبائل، عندهم شيوخ القبائل، هما يتعارفوا. بابا الصحراء عندهم شيوخ القبائل في الصحراء المغربيه، مو في تندوف. انا اتكلم عن تندوف. تندوف كاين كذلك، كاين في تندوف. يعني انت تامن بالوثيقه ولا بالشيخ؟ او بالوثيقه، ولكن الامم المتحده عندها تقنيه، كيف هي مساله تقنيه هذه. انا يعني تقنيه نحصيهم، يسمى الامم المتحده تعجز باش تحصيهم، ما تقدرش تحصيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. الامم المتحده لو قادره تسوي شيء كانت موضوع الصحراء حسي من زمان. نعم قادره. اوكي ما علينا، خلاص تمام. تفضل سيد احمد، تفضل سيد احمد، وبعدين ناخذ ادريس ونرجع. نعم تفضل. سأبدأ من حيث انتهى وبعدين سأدخل في الموضوع. لحظه اولا استغفر الله العظيم. نعم عادي الأمر عادي. نعم أنا أتفق معه قبل ما سردت بعض الأسماء التي ليست لها علاقة أصلا بالصحراء وهم القيادة. أتفق معه. نعم نحن معا من تركت إسبانيا وأبنائهم ونعرفهم. كل من يزداد هناك له صلة مباشرة مع المناطق الجنوبية بالمملكة المغربية، حيث أننا نحن نشكل 80% من الصحراويين وتسموننا الخائنين لأن جلسنا في مكاننا ولم نذهب مع الفكر الإيديولوجي المخربي، وتسموننا نحن خوانا وتسمونا مغاربة، وذلك يشرفنا. سأعود الكلام الذي قلته قبل قليل قبل الالتحاق بالإخوة. سأسميك أبناء جلدتك الذين أصبحوا صحراويين وأسسوا الدولة: وزير الدفاع محمد لميل بوهالي التندوفي، عبد الله الحبيب البلال، مريم السالك، حماده، خجته حمدي، محمد سالم السنوسي، بويش الحواد وخلدود الحمدي وعبد الودود الفريري والسالك الصغير والحماد الصغير ومحمد لمين البطيش، وخليه نود الأحفر والسالك الطيب والسالك محمد مبارك والغوث المامون والداف محمد فاضل وأحمد الحبيب العبيدي ومحمد مولود فاضل والسيد أحمد عليات والننا لبت الرشيد. ماذا يفعلون هذا في البوليساريو؟ كلهم وزراء وهم أبناء تندوف قبل دخول المغرب للصحراء، يعني ليسوا أبناء الأمس. من مالي هناك مستشارة فاطمة المهيدي وحظي التاري، من موريتانيا الخليل سيد أحمد،
ووزير الخارجيه الاسبق محمد خداد من موريتانيا، السنيه احمد مرحبا، والسيد وقاق، وبيب شرايل بشير، والعزه بيبه، محمد وليده، احمد سلامه بريكه، الكنتي محمد ناجم مومو، والبعماري حولي، والسالك بيه البشير، وماء العينين الشيخ الكبير، ومحمد لمين ديدي، والطالب عمر ديدي. هؤلاء موريتانيين هم الذين يتحكمون في الصحراويين. من المغرب مبارك خونا مدينه اكادير، والخليل السيد احمد وابراهيم كردلاس، والبشير مصطفى السيد، والسيد احمد البطيل، ومحمد سالم ولد السالك من الطنطان، ومحمد تامق من مدينه اسا، بويب الشيعة من مدينه قليمي، محمد سالم الكوري من مدينه طنطان، والقائمه تطول. هؤلاء كلهم ليست لهم وثيقه وليس لهم حق في التصويت، فكيف يحكمون ناس ينتمون الى منطقه وهم ينتمون الى دول والى مناطق مغربيه وتريد تقول الاستفتاء وتقرير المصير؟ ما معنى كلمه تقرير المصير؟ تقرير المصير معناها ان تتخذ اتجاه حول هل تريد ان تنخرط في الحكم الذاتي، فالحكم الذاتي يعتبر جزءا من تقرير المصير، ليس شرطا ان يكون الاستفتاء. وهو كذلك لابد ان يقدم باستفتاء، لاننا سنفتي من هو صحراوي، الصحراوي المغربي الذي لا ياكل ولا يشرب بالنسبه للتقرير الاممي اس 2025/612. أعود إلى الفقرة 66 والفقرة 67 وستعرف من هو الصحراوي. احنا الصحراويين هم الذين أصيبوا بفقر الدم والتقزم، 50% من هؤلاء الناس محاصرين، فغير الذين يذهبون إلى إسبانيا ويمثلون على أنهم صحراويون لا يمثلون المملكة المغربية. إضافة إلى عدنا إلى الحقائب التاريخية التي ذكرها الأخ الرأي المغربي، سأبدأ معك من 1958 وحرب أيت بعمران وحرب سيدي إفني وحرب تشيرة، كل هؤلاء شاركوا فيها آباء من أسسوا البوليساريو. إذا عدنا لاستقلال الجزائر بعد شهرين، قامت الجزائر باستدعاء بربط علاقات مع إسبانيا وإرسال وثائق سرية أنها مساعدة في حالة ما تدخل المغرب في الصحراء. 1961 كان اتفاق بين إسبانيا وبين المملكة المغربية على تقسيم المنطقة بعودة إفني وإعطاء المملكة المغربية جزء من الساقية الحمراء، ورفض المغرب. إذا عدنا إلى 62 قلنا على أنها ساعدت. إذا عدنا إلى عام ما يسمى بعام السنة اللي هو 1966، هذا غير موثق عند الجزائر ولا يعرفون حتى قيادة البوليساريو لا تعلم ما معنى عام السنة. عام السنة عندما قامت إسبانيا بأتت ب8 أشخاص من قبيلة واحدة وأرادت أن تؤسس دولة وفشل الأمر. و1958 تم طرد 3 قبائل من جنوب المملكة وإدخالهم إلى المناطق التي يحكمها المغرب، منها طنطان وقليميم وصولا إلى أكادير. إذا عدنا إلى 1967 تم رسالة بين الجزائر وإسبانيا ب 18,000 تندوفي في حالة ما تدخل المغرب الجزائر سترسلهم للدفاع عن إسبانيا. إذا عدنا إلى 1972 كان بوخروبة يقول في مؤتمر نواذيبو على أن الأمر لا يعني الجزائر، فهو الأمر بين موريتانيا وبين المغرب. إذا عدنا الخطاب 1975 خطاب بشار الذي قاله كذلك بوخروبة حينما قال الجزائر ليست لها مصالح توسعية في المنطقة، بحيث أن المشكل هو بين المغرب وبين موريتانيا، فلماذا تحشروا أنفسكم وتدافعون عن شعب تقولوا أنه شعب؟ إذا عدنا حتى إلى التقارير الأممية مثلا كبيرة 123 الريف 1، عدنا الفقرة الصفحة 23 والصفحة 24 والصفحة 105 والصفحة 104، سنجد عن البوليساريو مهدة لتأسيسها من 73 قبل تأسيس البوليساريو التي أسست في بيت ولد مسكة. ولد مسكة هو من شغل أول منصب لقيادة البوليساريو وكان أكثرهم حنكة بحكم العمر وبحكم التجربة السياسية، فهو أول من قادهم. إذا عدنا كذلك إلى التقرير الآخر نجد على أن الجزائر بوليساريو متواجدة في تندوف وفي 3 مناطق، أم العسل وتندوف وسبيخة عبد الله، شهر 29 أيار أي 29 مايو، والمغرب لا زال لم يعتب الصحراء. يعني المسافة بين المدة التي كانت بين المغرب دخول المغرب وبين تواجد البوليساريو هي 6 أشهر، ويدعون أن المغرب قصفهم بالنابال، فكلما أتى المغرب ذهبوا على أقدامهم إلى تندوف التي تبعد حوالي 600 أو 500 كيلومتر. فما هذا الغباء وماذا هذا الكذب؟ إذا عدنا كذلك إلى التقارير الأممي يقولون عن الجزائر ليست طرف. إذا عدنا للتقرير 2001 وإس 2002 والإس 2003، بالنسبة للإس 2001 الصفحة 179 الفقرة 179 والإس 2003 الفقرة 43 التي تقول على أن المغرب قدم في ما يسمى بالاتفاق الإطاري، قدم ما يسمى بالتقرير ما يسمى الحكم الذاتي، إلى أن الجزائر والبوليساريو، الجملة واضحة، الجزائر والبوليساريو طالبا بتقسيم المنطقة، يعني أرادوا أن يقسمون كل هذا القبائل. فكل هذا إضافة إلى 1970 عندما قمعت الثورة، أول ثورة قامت الصحراء هي 1970، وكان من ضمنها غالي الذي كان يشتغل شرطيا. من تدخل؟ أين صوت الجزائر؟ ألم يتدخل الحسن الثاني شخصيا وطالب المنتدى الدولي بإطلاق سراح هؤلاء، وفعلا تم ذلك. فكل هذا
كل هذا يثبت على أن هناك ترابط بين المغرب وبين الصحراويين. فالعلاقات كانت جيدة في فترة ما قبل إفران، اتفاقية إفران التي بنودها 8 بنود، وعلى رأسها البند الخامس القاضي بأن يتعاهد الطرفان بعدم الانخراط في حلف أو تحالف موجه إلى ضد أحدهما. لكن هذه الأخيرة الجزائر للأسف ساندت الانقلابيين للانقلاب على الحسن الثاني، وكذلك تنكروا لما قام به المغرب اتجاه الجزائر، وضحى حتى جلود الأضاحي كان يرسلها ليساعدوا بها الجزائريين. فكان المغرب يدعم الجزائر بكل ما أوتي وما استطاع، لكن تبقى هذه السيكولوجيا والفكر الأحادي الذي أسسه بوخروة عنادا في المغرب. فمن الصعب كذلك على الجزائر أن تعود إلى الاتجاه الصحيح. الآن كأصبحوا فهم أصلا كما قال الرأي المغربي في مرحلة من المراحل. أتذكر مجموعة من المعارك كنا نحارب حلف واسو ولم نكن نحارب البوليساريو، حيث أن الإمداد كان من سبها الطريق من سبها من ليبيا مباشرة إلى تندوف، مع وجود مجموعة من الأفارقة والسوريين والكوبيين والفنزويليين، وكانوا القتلى الذين نجدهم كانوا جلهم غير مختن. هذا دليل على أنهم عصابات متكونة، إضافة إلى الصام 7 الذي دخل في 1981 وتم قصف 5 طائرات مغربية في معركة ما تسمى معركة قلة زمور التي ضاحية الفوج الرابع، وبعدها تمت معارك على الأرض، وفاز المغرب بقيادة الكولونيل المرحوم القجدامي سيدي أمري، إضافة إلى الشهيد الذي قتل في معركة أم دقن 1989 اللي هو الشهيد على الكولونيل عبد السلام العبيدي الذي أتى من اتجاه موريتانيا ودحر هؤلاء، إضافة إلى معركة الفارسية، وحاصروا مدينة الزاق لمدة 9 أشهر من يدعي أنه مسلما، نساء رضع وحوامل 9 أشهر، وتأتي الطائرة المغربية بالليل وترمي الأكل على هؤلاء الناس ظلما وعدوانا، إلا أن اتخذ الجيش المغربي قرارا بقيادة أحد القباطين الذي كان مرابطا بوركزيز، حيث الأسلحة الثقيلة لم تكن تساعده في الجبال للانطلاق إلى تلك المرحلة، وغامر بذاك الجيش وقال إما أن نستشهد أو نموت أو نحرر المكان، وفعلا تم دحر فوجزاريو. وبعدها تحول المغرب بدخول الأسلحة الفرنسية والأمريكية التي لم تكن لدى المواطن المغربي الجيش المغربي، إلى أن كان هناك عزيمة لأنهم كانوا يرابطون على حق، عكس هؤلاء الذين التقوا فقط وتحالفوا، كالذي اشترى كرة وقال هيا بنا لنقارع المنتخب المغربي، كأطفال يلعبون في أزقة وأخذوا كرة وقالوا لنقابل المنتخب المغربي. فهي نفس العقلية التي تحكم الجزائر اليوم، أصبحت الآن بحيث أنها كانت زبونا ولم تكن حليفا لروسيا، بحيث أن الجزائر لم تكن أصلا حليف، لأن لا تعرف السياسة ولا تعرف شيء، بقدر ما كانت تتاجر مع روسيا في بيع الغاز وإدعام البوليساريو وتجويع الجزائر. وهذا الطابور الذي نراه في الجزائر ما هو إلا ضريبة على عدم وصول الجزائر للمحيط الأطلسي. ولذلك نقول الجزائر كما قال محمد السادس الله ينصره إن شاء الله، لما قدم اليد الممدودة حسبوها ضعفا بقدر لم يقدروا تلك الأيدي الكريمة على أنها لإنقاذهم وحفظ ماء الوجه، لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يفصلوا ويعرفون الحديث. سأقول لهم كما يقال دائما: الود بالود والصدق بالصدق، وقلوبنا عزيزة على ولا تعاد ولا تسير في طريق الذل. فمن استغنى فنحن عنه أغنى، فمن بقي فنحن له أبقى، ومن كان لنا سكنا كنا له وطنا. نحن لا نطرق الأبواب التي أغلقت في وجوهنا، فلا نطلب ممن استدار أن يلتفت لنا. نحن بسطاء نؤمن بالعفو والنقاء، ولكن أعزاء في نفوسنا مدركين لمكانتنا. فمن أدبر فلا عودة له ولا سلامة. لا ننتقص بغياب أحد ولا نزيد بوجود أحد. نشهد ممن بقى وننسى من نسانا. لهذا لا نهب أحدا غير الله ربنا رب العزة عما يصفون. والأخ للأسف لم يدرك على أن البوليساريو لا تشكل إلا 10% أو أقل من هؤلاء الذين ينتمون إلى أبناء جلدتنا أبناء عمومتنا. ولا تصعدوا مرة أخرى وتقولون أنتم خونة لأن جلسنا في بلدنا. الخونة هم الذين هربوا وأرادوا أن يؤسسون دولة، ولدي من الوثائق العدلية ما تثبت ذلك. لكن الجزائري فرض عليه أن يصعد إلى الجستات ليدافع عن قوت يومه، فهذا واجبه ولا بأس في ذلك. شكرا كفيت. اخويا جاسم، عندي تعقيب على الاخ السيد احمد. انا شفت تطرق انا المعارك اللي دارت الحديثه، المهاديف اللي نسميوها معارك حديثه اللي كانت خاضت ما بين الجيش المغربي والبوليساريو. ما كنت نتسنى من المداخله ديالو هو بان غادي يعطيني انا هذوك المعارك اللي دارت فاش كان اسبانيا تما من عند المغاربه، فاش كانت اسبانيا. هو تكلم على حدود على على مستوى عقل. قلت معركه تشيرة كان فيها جيش تحرير 1900
نعم كانت معركة الطريق، كانت معركة بوزدور، معركة الطريق، معركة العيون الجزيرة واحد لا انت تتكلم بلاتي انونيم. انا تنتمنى بالمغاربه منين يطلعوا ما يكونش مثلا نهضر على ذاك المعارك الحديثه، هضر احنا المعارك اللي درنا اسمح لي يا انونيم، كان الاستعمار الاسباني تمايا. انا يعجبني انا الحوار ديالك جميل اخي، الحوار ديالك اسمعني راني ذكرتهم، ولكن كنت تنقول بان عاود ما تكلم على المعارك اللي درنا احنا مع البوليزاريو. نتمنى كنتي تتكلم ليا على المرحله اللي فاش كانت اسبانيا تما، فين كانت البوليزاريو؟ قلت ما سمعتني، راني قلت لك معركة تشيلا، وقلت لك معركة إيبني، ومعركة إتباع عمران، الحرب المنسية في 58، هذه كانت كلها بقيادة جيش التحرير. جيش التحرير برافو. نعم راني قلتها ربما ما سمعتني. قال شكرا اخوي سيد احمد البدوي المنعزل. بنشوف ادريس كان قبلك ونرجع لك، وتفضل تفضل هايشر. تفضل اخوي ادريس. مساء الخير اخي جاسم، مساء الخير لكل الحضور الكريم، حياكم الله جميعا. والله الكريم يكبسوا ويشيروا، لان انا تعبت اخي وانا اخبرهم. واخا ما تنسوناش من التكبيس والبارطاج يا جماعه الخير، ربي يحفظكم، حياكم الله جميعا. والله انا ما غاديش المداخله ديالي طويله، ولكن دعنا نستمع الى خطاب صاحب الجلاله في 2018 واعلق عليه وانسحب. اذا نستمع جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. لقد اعتمدنا مقاربة ناجعة في التعامل مع القضايا الكبرى للبلاد، ترتكز على العمل الجاد وروح المسؤولية داخليا الجزائرية كمبادئ لسياستنا الخارجية. وقد كان عملنا وما يزال مبنيا على هذه المبادئ مع الجميع، وخاصة الإخوة والأصدقاء والجيران في المواقف وفي ردود الأفعال. ومن هذا المنطلق أود الوقوف على واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغاربي في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمسير المشترك. فهذا الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية، والذي جسده آنذاك مؤتمر طنجة سنة 1958 الذي نحتفل بذكراه 60. وقبل ذلك ساهم موقف المملكة المساند للثورة الجزائرية في توطيد العلاقات بين العرش المغربي والمقاومة الجزائرية، وأسس للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك. فقد قاومنا الاستعمار معا لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة. كما ندرك أن مصالح شعوبنا في الوحدة والتكامل والاندماج دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا. إذا بعجالة أقول هذا الخطاب الملكي قبل 7 سنوات، والذي كان سيجنب المنطقة دخول طرف ثالث كما قال صاحب الجلالة، وسيجنب الجزائر تسليم أكثر من 80% من ثرواتها لدونالد ترامب، ومهلة لا تتجاوز 60 يوما، وكأنك مدان بجريمة قتل. وهذه في الذكرى 60 لمؤتمر طنجة المغاربي. إذن هنا نتضح بأن هذا النظام الذي هو أعطاهم مهلة إدريس، هو أعطاهم مهلة. نعم أعطاهم مهلة، وهي عدة المطلقات بمعنى تحذير سياسية. نعم. إذن حينما تجد يعني صاحب جلالة في 2018 تكلم على مسألة أن لا يدخل أي وسيط بيننا، وأن ننزل يعني أن نشكل يعني خارطة طريق لدراسة المشاكل العالقة والعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن تعنت هذا النظام الفاشل الذي لا يعرف تسيير الدولة، والذي مع الأسف يعني أنا بدأت أشك بأن حتى تبون أنه عميل المخزن، في حين أن في عصره وفي هذه العصابة الحاكمة الآن يعني لا. كيف يعني تبون عميل المخزن؟ والله سأعطيك بالأدلة. تخيل أنه في عهده تقهقرت الجزائر، ارتفعت مديونيتها، ولا مواطن جزائري حصل فرويده يمشي يجيبها من تونس، ولا دير طابور يعني من 4 ديال الصباح حتى ل 12 ديال الليل باش يدير ليسونس في طونوبيله، والاغلبيه اللي في الجزائر عايشين بطونوبيلات خدامين بالبوطه وكانه راكب على صاروخ وينتظروا. اسمعني مزيان، تخيل ان دوله تمسح ديون 14 دوله
لتنتظر مواطنا يأتي من قطر مع احتراماتي للقطريين لكي يشتري بقرة ليصبح كونغستر سارح في دولة المليون ونصف المليون شهيد؟ هذا يعقل؟ لهذا حرر، لهذا السي مصطفى بن بولعيد والسي كريم بالقاسم والسي عباس الغرور والسي عاجل العجول حرروا هذه البلاد حتى تمشي تحدث ديون 14 دولة إفريقية من أجل شراء الدمم كونترا في المروك، وتولي على آخر أيامك تسنى قطر يجي يشري لك بقرة من ميريكان باش تولي سارح وفين في بلادك. هذه هي الكارثة، هذا هو الذل، هذه هي المهانة. ثم تأتي هنا وطلع وإن الشعب والصحراوي سيقاتل. قاتلتي انت اللي حيدنا لك السروال 4 المرات وعندك 4 الهزائم في السجل العسكري ديالك حتى أصبح رئيسك رحمة الله عليه حقروني خاوتنا حقرونا وتزيدوا تدويو ثاني المرة الجاية نزيدوا نهبطوا لكم السروال بور لا 5 فوا وما تقدوش. لو كان كنتم رجال واسمع لي انني غادي نهبط معاك النيفو شي شويه، لان الخطاب الاكاديمي والسياسي انت ما تفهموش. انت عزيز عليك هذا اللونجاج هذا ديال هاو مالك راني ولد كاع وهران وشبيكه وقارع. اصبر دقيقه، انت لو كنتو رجال ديروا خطه دفاع مشترك مع البوليزاريو، يعني خطه دفاع مشترك مع البوليزاريو، ونهار المغرب يستهدف الدرونات ديال البوليزاريو تخرجوا تقولوا ان مسيتهم مسيتونا، ولكن باسكو انتم ما راكمش رجال. واصلا لولا المغرب لما حررتم. وقال صاحب الجلاله اخذنا الاستقلال ودافعت عنكم امه سيدي محمد كامله من القطريين والاماراتيين والسعوديين والباكستانيين والبنغال كل العالم. لماذا؟ لأن الجزائريين وعلى رأسهم مؤسسي الثورة قال كنا في مؤخرة الركب. يأتي رئيسكم السي تبون ويقول لكم كنا في مؤخرة إفريقيا. نهار بغيتوا تخرجوا من مؤخرة العالم تأتينا أنت لتقول وإننا. أنت مازال ما فهمش حتى ما معنى خطة الحكم الذاتي. ويجب أن نعطيهم من أجل أنهم يقرروا. بحال احنا مريحين غير في الصحراء هنايا وغادي نتموا جايين على الجمال ونهرفوا على دوك الناس. صباح الخير، هيا نوضوا سيروا يا الرب العالي. انت حاسب راسك باقي في القرن الثالث الميلادي كيف لا؟ انت مواطن تتكلم بهذه البدائيه وبالدغمائيه. لو رئيسك ايش قال لك؟ قال لك وان الدوله الجزائريه تسعى لبناء صوامع من اجل ماذا؟ احنا نسمعوا بحنا وغادي يطلعوا الصواريخ الى كوكب بلوطو. قال لك لتجميع الحنطه. ردك لي عزيز مصر يا الرب. هذا الشعب هو يقول لك لفتح الحدود. هذا الراسه هذه تحل معاها الحدود. هذه راسه ما تفهمش واش دير دابا. انا سؤال بهذا اختم. هذا الجزائري هذا ان غاب عن العالم ما الذي سيدعو العالم لتفقده او لان افتقده؟ ماذا؟ شنو تخصب اليورانيوم، تنتج شي حاجه، تصوب شي حاجه. راه الا هكذا وتما نجيو تسنى في منحه بطاله وتضرب كاشيات وتقلب على الانترنت وزطله وراكم قالبين شفره من فرنسا متحف لوفر ديكلاراو جوج ديال لي زالجيريان. واش ديروا نتوما من غير الشفره والباقي انكم تخلقوا مشاكل؟ اعطينا انت دوله شريك موثوق لدى الجزائر منذ الاستقلال الى يومنا هذا. خربقتوا السويع مع فرنسا مع روسيا يا الناس اللي شروا عليهم السلاح شريتوا معاهم صداع وباركين باغيين نديروا اتفاقيه مع اوكرانيا. انت عندك الجهد دابا انت لو كان انت مازال تسنى في اليهود ديال اوغندا يجيبوا لك 2 مليار حليب. يا فيق يا الرب العالي يا الهيشر يا ابو بعران يا وفيقوا. راه المشكل ديالكم انتم وانكم تعتمدون على الخارج ودوله. وبهذا اختم، انتم دوله تستهلك الثروه وغير خالقه لها. هذا هو الفرق أن البومدين مع الأسف جعل منكم دولة براكاسي ما غير قادرة أنها تخدم واتكالية وذات اقتصاد ريعي اجتماعي وستبقون هكذا. أنا أقول بأن النظام الحاكم لكم هو النظام الواحد القادر على تسيير هذا الشعب الذي أصبح عالة على كامل إفريقيا. تحياتي لكم وأعتذر عن الإطالة. شكرا. ما كذب عليك، هذا هو المستوى اللي خاصهم اخويا جاسم قسما بالله. تفضل. زين اخواننا ما كان يقعد ما يهربش الا هو راجل هرب ماشي رجلك يهرب كان يقعد موجود. بس انت عندك الميت تعبان هو موجود. احنا قاعد الرجوله ما تهربش. الصباح فين نهرب غنهرب من واحد. وان الجزائر لا زالت تقاوم والشعب الصحراوي لازم له من تقرير مصير. التفيق راك باقي تعيش في الستينات. اش من هاي امريكان جاتك دابا ولا نسميك راجل. انا والله العظيم سمحوا لي الدراري نسميك راجل كونغستر. نسميك راجل وقول لي بأن الجزائر لن تخضع
وما غاديش الدور كي قالوا ليها دارت. انا دابا يسحب السفير، يسحب السفير. نقول لك حاجه يا اخو قال لها يا اخو قال لها الجزائريه شكوره حنا شواكر المنطقه. يا اخو قال لها ترامب دوري دارت يا اخو. كما ذاك اللي حب ينطح الج. يا كونغستر اسمع لي غير دقيقه، قول لي يا ادريس، انا اقسم بالله العلي العظيم والله من دور، والله الجزائر لا دارت كي قال لي دونالد ترامب دوري. قولها لي بحالك، انا والله العظيم نشهد عليك ونسجل عليك. أنا والله العظيم حتى واحد ما يفرض علينا حاجه، ونبين لك انا هذه قلت شوف انا نعطيك بالدليل القاطع. شوف اسمعني بس سؤال بسيط. شوف هو دام ما حد يفرض عليكم، هو لما قال له دوري ليش دارت؟ لا ما كاش من كذوب حنايا. شو نفهمك حاجه، لو كان جا ترامب يقدر يفرض دوري في الكلمه. اسمع خلينا نهضر. انت هدرتي بارك عليك. ما ندوروش حنا رجال، ما ندوروش. لا هدرتي ويانا نعطيو مخ الجبال حنايا. عندي ما نعدل لك، ما عندي ما ندير لك. الدكتور محمد معنا، الدكتور محمد والبدوي المنعزل. بدوي المنعزل تفضل اخوي مداخلتك. ابي البطاريه الهاتف ممكن تكبر الصوره عندي الهاتف. يا كونغستر صابر على اغلق المايك. اصبر دقائق بس، خلي البدوي المنعزل يتفضل ما تكلم. كبر لي الصوره عندي الهدف. الاخوان معنا محمد فاضل استاذ كبير، نتمنى انه شويه نغيروا. لحظه السلام عليكم. لحظه شوي لحظه غير الصوره. تفضل محمد البدوي، تفضل. البدوي منعزل، تفضل. ممكن ان تكبر لي الصوره. وتحياتي لك اخي جاسم، وتحياتي لجماعه الخير. والله لو خيرت وقولها وعلها يعني هامات ماذا يمكن ان يقول الانسان بعد المغربيه الشهمه التي أدلت بدلوها في مختلف التقنيات ومختلف المعلومات. أنا فقط أتكلم بالكاميرا لأضحك ما أنفقه من مال هارون وقارون. اليوم الإعلام يعني سواء في الجبهة، إعلام الزملة، وكذلك قناة AL الجزائرية الدولية، والقنوات الإلكترونية والصحف الجزائرية كلها تتكلم عن مظاهرات في شوارع العيون والظلام، والناس ماشيين، ومظاهرات قوية ترفض الحكم الذاتي. وأنا أظهر لك مظاهرات المياه والزليج. أنا أعطيك صورة هاي مدينة العيون في الصحراء المغربية. هذه مدينة العيون، أقاليم الجنوبية. والله لحظة هذاك العلم المغربي صح؟ هذاك العلم المغربي، وهذا التاج المغربي هون. زين هذا شارع السمارة، شارع شعبي. هذا شارع شعبي، منطقة شعبية. أو يظن أن البوليزاريو موجودين في العيون هني. نعم، هذه خويا العيون. أنا في شوارع العيون بدون مونتاج، بدون مكياج، بدون سابق إعداد. أسير في الشارع، تواطى في الشارع، الهدوء التام في مدينة يعني لحظة الحين المدينة أنا أشوفها أنظف من وهران. يعني الجزائريين ودهم يحررون هاي. والله شوف، احنا أقسمنا، نقول لك يا جاسم، أقسمنا أن لن يضع كراعه ويتواطى شي حد ما هو من أهل الصحراء وما هو من أهل المغرب. هادو اللي دور يقول لك احنا جايين وراجعين، أصلا هما أصلا ماشي أبناء تراب، ليسوا أبناء العيون أبدا. هادو اللي نعرفوهم جايين من مناطق بعيدة. أصلا إلا قال لهم سيروا دخلوا للصحراء، ما عندهم ديارهم، ما عندهم خيمهم، ما عندهم تراب، ما عندهم أهل. هادو مجهول الهوية. هما يرفضوا يجوا. نعم يرفضوا. حاليا الرأي العام، الرأي المغربي فعلا كاين المغرر بهم، وكاين ابناء عمومتنا نعرفوهم واحد ونعرفوا كاع اش واقع في المخيمات، ولكن 90% لا اصل لهم. ونعت لك علاه ونقول لك علاه، لان الامم المتحده فشلت في تحديد هويتهم. ليست لهم بطاقه لاجئ، غير محصيين في احصاء 74.